بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوان. مثل ما تلاحظون هذا الصنف اليوم 23/12، اجواء باردة، اجواء ممطرة، وحاليا مثل ما تلاحظون هاي الغيوم وهاي الاجواء، وبلش التين هو نفسيته بلش بتساقط الاوراق. راح نتذوق الطعم مالته نعطيكم النتيجة. والله الطعم مالته كلش راقي، الصنف مميز، وفقط هاي الشتلات اللي قدامكم موجودة حاليا. من الأصناف الجيدة والممتازة، وأحجام مثل ما تلاحظون أحجام كبيرة خير من الله. طبعا هسه تشوفون يقول الثمرة صغيرة، لا، الثمرة بموسمها كلش كبيرة، لأن هذا كان مغطى بالساران فما مبين نهائيا، يعني الشمس ما لاحته، بس هو موسمه لحد شهر 11 يعني حتى تكون الصورة واضحة. بس مرات اعطيك طفرات موسمه لحد شهر 12 او نهاية شهر 12 ما شاء الله. ضروري توفر له شمس مباشرة حتى يعطيك انتاجية جيدة. اخوان هاي سعر الشتلة ب3000 دينار فقط، 3000 دينار، واحجام كل الاحجام موجودة. يعني هذا الحجم صغار، الحجم هذا تقريبا متر ونص تقريبا، كل الاحجام موجودة. سعر الشتلة ب3000 دينار فقط. طبعا المعلومة الاسم العلمي مالته ما اعرفه، يعني اهداني اياه ولا من جماعتنا، فهو مستورد هذا الصنف، وان شاء الله نعمل على اكثاره بالسنوات الجاية. الصنف يعني قوي ما شاء الله، مقاوم، كل شيء مقاوم. هسه هاي شجرة عمرها اشهر قليلة، ومثل ما تلاحظوها بلش بتساقط الاوراق. مسألة ايام فقط يكون الاوراق كلها متساقطة، وبامكانكم زراعتها في اي وقت من الان. هاي شتلات بعدها ما محركة، بس بعد انتهى شغلة التحريك، ما تحريك اي وقت تزرع. طبعا حتى بشهر الثامن زرعنا، بشهر السادس اكو عالم اخذوا من عدة وزرعوا طبيعي. اما مسألة التحريك هاي يعني من باب يعني الامان اكثر. الاجواء الشتوية هو افضل وقت وميعاد لزراعة الاصناف النفضيات. اي شيء نفضي تزرعه بالشتاء يكون ممتاز جدا. شتلاتها محدودة، فقط هاي الكمية اللي قدامكم قاعد تشوفوها، وب3000 دينار. تحياتي وسلام الجميع، مع السلامة.